السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. هتلاقوني هنا خدت راحتي شوية بقى. بإذن الله يلا نكلم هند الرابعة على الجمهورية، بس الرابعة دي مميزة. هتقولي مميزة ليه؟ هقولك عشان من كفر الشيخ، يعني انحيازية درجة أولى. فاحنا هنكلم هند بقى من كفر الشيخ. بس والله هند دي تضحك، بس لما نفتح بس نتكلم معاها كده وأقول لكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا هند، عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. بلدياتي ما نقولش بقى مبروك مرة، مبروك اتنين، لا مليون مبروك. ربنا يبارك في حضرتك. كفر الشيخ، شرفت كفر الشيخ. إن شاء الله. انت والمركز الاول برضو، المركز الاول كان طالع من كفر الشيخ. أيوة ما شاء الله. ان شاء الله، اللهم بارك. مجموع 648، ناقصين ناقصه درجتين بس. بعيد بقى يا هند عن الحلقه وعن كل حاجه. انا دلوقتي بعتلك ازيك عامله ايه وهصور معاكي حلقه مش عارفه ايه، قلت لي اهلا بيكي وسكتي. انا افهم ايه؟ يعني أهلا بحضرتك. ايوه انا بقى افهم ايه، ولا لا؟ يعني ما شاء الله. قمت قايلك ايه؟ طب اهلا بيكي، يلا خدي واحده اهلا بيكي. هتعلي هعلي. مريم، لا عليتي، عملتي لي قلب احمر. ايوه برضو ايه. لا بس انا بجد مبسوطه اللي انا بكلمك، ومبسوطه ان انت من كفر الشيخ قوي. والله أنا سعيدة. طيب يا مريم، احنا بقى اسالك على طول باذن الله. برضو نفس الجملتين اللي بقولهم دي اسئله مجمعه من زمايلك هم اللي بيسالوها، مش انا ماليش دعوه. ماشي. طيب بصي، هو برضو الاول سؤال بعنوان مع انهم في الفتره دي امتحاناتهم، بس هيختلف شويه. وقت امتحانات الثانويه كنت بتعدي فتره الامتحانات دي ازاي؟ من حيث مثلا اول حاجه ازاي كنت بتلمي الماده ليالي الامتحان؟ كريتيف نفس السؤال. هو ليه امتحان بيبقى قبل كل مادة يعتبر يوم ونص. يوم ونص. فإن شاء الله يبقى بيروحوا من المادة اللي هما جايين منها ايوه ينام شوية مثلا عشان يعرف إيه يكمل يعني يومه ويبدأ مذاكرته. بعد كده يصحى من النوم يتغدى ويظبط كده، وبعد كده يبدأ يعمل إيه؟ يبدأ يعني المادة يقسمها على جزئين. إن أراجع المادة مثلا كاملة قراءة حتى ولو عشان يعني لو جالي أي سؤال من أي حتة أكون عارفة. اكون فاكره. اراجع الماده قراءه اول جزء. وبعد كده أبدأ أحل. إن ما ينفعش أستنى الامتحان الآن ممكن يجيك سؤال ما كانش في سنوات سابقة قبل كده. ايوه ما كانش في سنين سابقه، فاللي هو لازم اكون عديت على الماده. أيوه. يعني برضو نقدر نقول للمره الثالثه 40% مراجعه الماده و60% حل. أيوه جدا. النسبه دي كويسه؟ شايفه ان هي كويسه؟ أيوه كويسة. أيوه. طيب ماشي. طيب كنت بتحلي كام بوكلت كده ليالي الامتحان؟ والله على حسب المادة، يعني في مواد مثلا كان بتاخد وقت مثلا في المراجعة مش بلحق أقل فيها كتير. زي على ما الوقت بيعمل. اكيد ده عربي وشرعي. اللي ما كنتش بلحق أحل فيه لا هو شرح الثقافي ما كانش بياخد وقت أوي لأنه يعني بتبقى المادة طويلة شوية. ما كنتيش بتحلي في ثقافي؟ لا كنت بحل بس ما كانش بكمية العربي والشرعي. العربي والشرعي الامتحان يبقى بسيط صغير. ايوه ما يكونش وقت طويل في الحل. فده اللي كان بيزود العربي الحل يعني شوية. الحمد لله. طيب ازاي كنت بتقدري تتعاملي مع السؤال لو جه صعب؟ اول حاجه انا بقرب احل السؤال اللي قدامي بعرف احله تمام. جه سؤال وقف قدامي ما عرفتش احله اديله ما كنتش قاعده جنبه واضيع له الوقت يبقى محطوط يعني محطوط في الامتحان. بدخل على بعض انا هرجع في الاخر ابدا افكر فيه براحه. بس احط في دماغي وانا يعني بفكر في السؤال انا مش هجيبه. يعني احاول اقنع نفسي ان انا ان شاء الله هفتكره. اللي هو شفته فين قبل كده؟ شفته فين قبل كده واحاول بقى اجمع يعني مثلا هو كان صفحه فلانيه. وطبعا الواحد طول السنه اكيد كان بيذاكر اكتر من مره فبالتالي ان شاء الله يعني بيكون بيعرف يفتكر يعني. شفته فين؟ طب له علاقه بايه؟ طب انا بحاول يعني احاول اجيبه ما جاش برضه يعني وان شاء الله هيجي يعني
شاء الله هيجي. بص انت هتيجي يعني هتيجي. طيب انت كنا سألنا اول سؤال كنت بتحلي كام بوكلت قبل الامتحان؟ انت قلت بتحلي كتير، يعني مثلا انت شايفه مثلا المتوسط الحل قد ايه؟ هو على حسب، انا بقول على حسب الوقت اللي معايا. ما هو انا مش هقول مش هلزم شخص بعدد معين ويرجع ما يخلصوش النص اللي انا اصلا. يبقى انا مثلا رجعت ماده مثلا عربي او شرع، يمكن تبقى طويله شويه بس امتحاناتها تبقى قصيره، فبالتالي الامتحان بيخلص بسيط وانا بحب. فده بجمع كده كان عدد كبير من الامتحانات. طبعا الامتحان بيقول لك الحل اللي امتحان الدور الاخيره اللي هي 2023 الدور الاول والثاني كده. بعدين ندخل بقى في الامتحانات القديمه بتاعت 2000 و2012 والحاجات دي يعني. ايوه لكن يبقى الحاجات الحديثه وفي طبعا التجريبي بتاع السنه بيكونوا مركزين على حاجات معينه كده يعني بيلعبوا عليها في الامتحان. في التجريبي ولا في الامتحان نفسه؟ التجريبي والسنوات السابقه برضه اللي هي قريبه خالص، السنوات اللي بتبقى قريبه. بس حلوه فكره اللي انت قلتيها دي، اللي انت مش عايزه تقولي عدد عشان محدش يحس ان هو مقصر. عجبتيني. كفر الشيخ بقى انا هقعد اطبل لك بقيه الحلقه، انت مفكره ايه؟ طيب لو لقيتي جوه اللجنه حد متوتر، حد بيصوت، حد اغمى عليه، اتعاملتي مع حاجه من الحاجات دي قبل كده؟ هو طبعا حصل في اللجنه قبل كده. ايوه. المفروض لما الواحد يدخل الامتحان يستعين بالله اول حاجه ويركز في ورقته، ملوش دعوه باللي بيحصل حواليه خالص. في ناس هتتوتر، في ناس هيغمى عليها وهتصوت. هو لو ركز معاهم وقته هيضيع وهيتشتت والمعلومات هتقع منه ويحس كمان بالتوتر حتى في ورقتك لو اللي جنبك مات. في ورقتك. تفتيش مش عارفه ايه في ورقتك، مالكش دعوه بحد. طب والغش؟ ربنا مش بيوفق حد بيغش. طبعا اللجان كلها بتبقى سايبه مره ولا اتنين يعني اللي بتبقى شد. على حسب برضه. كان عن ما بنمشي على الغش، يعني مفيش الغش ما بيوصلش لحاجه ولا بيجيب حاجه. حتى لو في غش بيبقى صعب عليه ان هو اصلا يركز، يعني عدم وجود الغش بيسهل على الانسان ان هو ويركز، لكن الغش بيفتته ممكن ويجي يبص يلاقي الوقت خلص وفي الاخر خسران، في الاول وفي الاخر خسران. معلش انا بحب بس اتطرق لموضوع الغش ده شويه. طب ايه رايك في اني اطلع اراجع مع اصحابي بعد الامتحان؟ لا لا يعني خلاص الماده عدت الحمد لله وحلوها ومرها. انا ما فكرتش فيها خالص بقى، افكر في الماده اللي جايه. كلكم نفس الكلام عشان احط امل في كل المواد اللي جايه. احط المعدة عدت وبرضه ان انا اراجع، ما يمكن اراجع يطلع مثلا ارجع مثلا مع صاحبتي الدنيا عاملاها غلط، يعني ما حدش متاكد بالاجابه الصحيحه بالظبط. فاحنا الاثنين بنلخبط بعض. فهو الثالث مره المراجعه لا لا لا، عشان الشباب اللي بيطلعوا يراجعوا بعد الامتحان. طيب انتي ازاي كنت بتلمي المواد العلميه كيمياء وفيزياء واحياء وخصوصا الرياضه؟ هي الرياضه اللي هي قليل في الامتحان صح؟ ايه؟ قصدك عليه في الامتحان. ايوه ليالي الامتحان طبعا، خلاص بقى ما عادش فيه. الرياضه براجع قوانين، قوانين مراجعه عامه كده عشان اكون عارفه انا هحل ازاي. ممكن احب على طول، يعني الرياضه بتخش وقت المراجعه على كل درس؟ على كل درس ولا بوكليتات كامله؟ اللي هي المراجعه الحل بوكليتات كامله. يبقى ما نحلش درس بدرس؟ لا لا طبعا درس بدرس لا. طيب والكيمياء والفيزياء والاحياء نفس الوضع، يعني هم طبعا دول بيتراجعوا مراجعه سريعه برضه، هو بيكون قدامهم 3 ايام يعني دول. لا والفيزياء قدامها بتاع 10 ايام والكيمياء قدامها 4 ايام، فلا واخدين ايام حقهم كويس قوي. ده لو ما فتحش الماده هيلمها. راجع الماده برضه عشان لو جه مثلا في الكيمياء مثلا جايه معادلات طبعا بيكون لازم علل ده حاجات لازم تبقى محفوظه، علل معادلات والحاجات دي. حتى الفيزياء نفس الوضع فيها كده برضه بتكون العالم فيها تعليلات برضه في الفيزياء اختيار حاجات معينه كده لازم يعدي على المنهج مذاكره في المواد دي، وبعد كده الباقي حل بوكليتات كامله برضه، بوكليتات كامله مش ما عادش يحل درس للدرس.
يحاول يكتب نفسه مثلا الامتحان وقت 6 ساعات، انا لازم اخلي الامتحان اللي معايا وقتي وانا في البيت ساعه ونص. اهو قولي لهم اهو، قولي تاني. علشان ما استنيش الامتحان دلوقتي. عشان قلت لهم كده قالوا لي كان الرياضه كنت قالوا مثلا الامتحان ساعتين تكونوا مخلصينه، ساعه وربع ده قليل قوي. قولي لهم تاني بقى اللي هو الامتحان 3 ساعات، ساعه ونص تكونوا مخلصين. انا احاول يعني، انا ممكن من اول امتحان ما يعملش معايا كده، اول امتحان مثلا بياخد ساعة. تاني امتحان برضو مش هيعمل كده. ايوه يعني كتر الامتحانات بقى هو اللي قالب معايا. تأهل نفسك لورقة بكرة، اللي انت هتبقى داخل واثق من نفسك، عندك ثقة في نفسك اللي هو وعارف شكل وقت الامتحان هتبقى عاملة ازاي. هتبقى مقسم الورقة اصلا، انت اوريدي هتبقى مقسم الورقة في دماغك خلاص. انا عارف ان اول سؤال مثلا اختياري كام نقطة، انت عارف الورقة عاملة ازاي، مهيأ. طيب انت ايه رأيك في الاونلاين؟ هل انت كنت بتاخدي اونلاين؟ انا ما كنتش باخد اونلاين قبل كده يعني، بس على حسب الشخص يعني. ممكن يعني كل واحد يحسب نفسه كده. يعني انت ما كنتش بتتابع اونلاين خالص؟ احيانا في حاجات معينه مش بتابع. يعني الحته دي برضو انتوا نسبيين فيها. يعني مثلا الرابعه الجمهوريه برضو مروه كانت قالت ان هي كانت في المراجعه كانت بتاخدها اونلاين، فالحاجات دي نسبيه زي ما قالت كده هند من شخص لشخص. ايوه كل واحد عارف نفسه، عارف هو بيحصل اكتر ازاي. طيب يا هند، يا دكتوره هند، هل كنت متوقعه مجموعك او متوقعه نفسك اصلا من اوائل الجمهوريه؟ اكيد لا. والله سالت السؤال ده لواحده يعني اوائل الجمهوريه، قالت لي ايوه كنت متوقعه. انا اتفاجئت. فاجئتني بالاجابه. فانت بتقولي اكيد لا، بتطمنوني. اكيد لا. امال كنت متوقعه ايه؟ يعني كنت متوقعه مريم هتجيب 99 ايه 99 الا 4 من 10 دول راحوا فين؟ مش 4 من 10، 3 من 10 دول راحوا فين؟ راحوا. طب هل انت كنت متوقعه ايه او كنت حاسباها ازاي؟ لا هي مش اكيد مش بالثبات يعني. هي احسن ربنا في كل حاجه. اكيد انا كنت مثلا حاسه حاجه معينه سبحان الله كل حاجه مختلفه تمام. طب يعني ممكن ابقى رخمه شويه واقول لك كنت حاسبه ايه؟ ما انا كنت بشحن بعض برضه قوي يعني، انا نفسي مش عارفاها الامتحان ليه مش مثلا معايا. في حدود كام مثلا؟ مش فرق مش كبير قوي يعني. اوائل الجمهوريه يعني. مش هتنازل. يعني اكيد مش 99%، ما كنتش حاطه 99%. هو كان نفسي طبعا، ويمكن كان اليوم شيء يديني برضه خالص. والله الحمد لله طبعا، يعني كرم ربنا اصلا جايه اللي هي الفرحه، فرحه اهلك بقى اليوم ده، فرحتك نفسك اللي هو مين هند اللي طلع الرابعه الجمهوريه، حاجه تانية صح؟ طبعا. نسيتك طبعا مر الثانويه كامل. اكيد. ما هو الثانويه دي لحظه، هي لحظه النتيجه. طيب يا مريم، يا هند انا مبسوطه جدا والله ان انا كلمتك، ومبروك تاني وتالت ورابع من كفر الشيخ. ان شاء الله يعني يكون لنا مقابله فيس تو فيس بعد كده باذن الله في كفر الشيخ برضو. ويعني مبسوطه بيكي والله، مبسوطه بكفر الشيخ كله. يعني انت بسطت كفر الشيخ كلها. يعني احنا كنا بنشوف النتيجه كده، الاولى كفر الشيخ، الاولى مقر كفر الشيخ، رابعه كفر الشيخ، بجد فرحتونا يعني. الو شكلك كده متعرفيش تردي على الكلام الحلو. ماشي يا مريم، ماشي يا هند. وعايزين نشكر اهلك، هم اكيد كانوا اكبر داعم ليكي ان هم طلعوا لنا حد مشرف زيك. احنا بنشكرهم جدا برضو ان هم طلعوا لنا هند. ماشي يا هند، خلاص يا جماعه ما بتعرفش ترد. خلاص ماشي. عايزه اي حاجه؟ مع السلامه. والله العظيم وانا كمان ما بعرفش ارد، بس انا مضطره، ودي بقت حاجه حلوه على فكره. هو لازم نعرف نقول كلام حلو. نايره مش خلصت، انا مش خلصت، مش تيجي دحيحه اهو الدفعه. مش نايم، مش عارفه اركز.
مش لاقي ده تلخيص مريم؟ بقول لك نعم. كنت ماسكه البيت وقلت مريم طلع اسمها مين؟ اصل اول حد صورت معاه لا استنى اول حد صورت معاه كان مريم، فهي كانت ثابته معايا بقى مريم، فكل لما اكلم حد مريم 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 مريم. ما تيجي يا دايرة، تعالي يا بتاعت، طب بالله عليك اللي انت جاي عشان خاطر علوم عايزه تقول ايه للثانويه. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل.